كنت رافضة فكرة الامتياز في السودان، لكن حاجة واحدة عملتها غيرت تفكيري كليا: الاستخارة. ودي أغرب قصة ممكن تسمعوها عن الاستخارة. كنت محتارة أنزل في السودان أو لا، خاصة مع الوضع الحالي اللي كلنا عارفينه. هل حقدر أتعايش معاه ولا حتكون مرحلة أندم عليها طول حياتي؟ فبدأت أستخير كل يوم، أدعي الله كل يوم، أرجع أستخير وأستخير وأستخير لين ما بدأت نتيجة الاستخارة تظهر. في عز النوم بدأت أحلم بأحلام غريبة، أحلم إني في السودان وبين الأقارب والأهل، وبعيش الحلم كأنه حقيقة بكل تفاصيله، الونسة والضحك والخالات والعمات. والحلم ما كان مرة واحدة، تكرر كثير جدا جدا جدا، لين بديت أقتنع بالسودان وبالامتياز فيه. دي كانت اللحظة اللي غيرت فيها تفكيري بشكل كبير. بديت أفتش عن الامتياز في السودان، وبديت أقرأ عنه، وبديت أقرأ عن فوائده ونصائح، وأسأل وأستفسر واستكشف وأمور كثيرة جدا. وما أكذب عليكم، للآن أخاف يكون عندي إحساس الندم أو أنا في مكان ما مكاني، لكن بدعي الله يديني الصبر والجبر والقوة ويقوينا على الامتياز اللي هي أصعب وأتعب مرحلة في حياتك الطبية، الاستخارة. جرب استخير وادعي لي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.